السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم استفادة عامة مع فيديو جديد وإفادة جديدة ومعلومة جديدة. في هذا الفيديو هذا كما شفتوا في العنوان ديالو غادي نهضروا على الاسترجاع الضريبي على الدخل بالنسبة للموظفين الجدد، اللي يلاه توظفوا ولا اللي يلاه تعينوا، وبالنسبة حتى للموظفين اللي ما تعينوا ومازال ما فاتوش 4 سنين على التعيين ديالهم، فيمكن لهم أيضا يقوموا بهذا الاسترجاع الضريبي على الدخل. فأكثرية الموظفين ما كيعرفوش الاسترجاع الضريبي على الدخل ديالهم، وكيضيعوا ما كيستافدوش من هاد سميتو الاموال اللي كتمشي لهم. فهذا الفيديو هذا غادي نهضروا على التفاصيل والوثائق اللي خصك تجمعها باش دير طلب باش يتم الاسترجاع ديال الضريبة على الدخل ديالك. قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال هذا الفيديو هذا، ما تنساوش بالنسبه للناس اللي كيشاهدونا اول مره، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتختاروا زر الجرس باش يوصلكم كل معلومه وكل افاده جديده وكل فيديو جديد. ودعمونا بواحد لايك الفيديو، وبارطاجيو هذا الفيديو مع كاع الناس اللي كتعرفوهم باش تعمل فائده وكل شيء يستافد من هذا الاسترجاع الضريبي على الدخل. كيف ما كتشوفوا فالوزاره ديال فالمديريه العامه للضرائب بوزاره الاقتصاد والماليه كتقوم باقتطاع اوتوماتيكي سنوي ما كيراعيش المده ديال العمل الفعليه. فمثلا موظفين في نفس الإدارة العمومية كينتميو لنفس الإطار، اشتغلوا مثلا في نفس السنة، نقولوا مثلا اشتغلوا في نفس السنة 2024 ولا 2025. الأول مثلا اشتغل في شهر مارس والثاني اشتغل في شهر نوفمبر، غادي يتم الاقتطاع ديال نفس القيمة السنوية ديالهم للضريبة على الدخل بجوجهم، مع العلم أنهم ما اشتغلوش في نفس الشهر او نفس، وما اشتغلوش لسنه كامله، وكاين اختلاف في المده ديال الاشتغال ديالهم، اي غادي تتم الاقتطاع ديال القيمه السنويه للضريبه على الدخل بجوجهم. فباش تستافدوا من هذيك السنه الاولى فاش يلاه تعينتوا، دوك الاشهر اللي حتى يقتطعوا لكم ديال السنه كامله. مثلا دابا شي موظف اشتغل في شهر 5 2024 مثلا، ماشي غادي يتم الاقتطاع ديال الشهور اللي مورا سميتو انطلاقا من تاريخ التعيين، وانما غادي يقتطعوا حتى دوك الشهور اللي ما خدمش فيهم، اللي قبل مثلا واحد وجوج ثلاثة وربعة وخمسة غادي تقتطعوا حتى هما. باش نقوموا بهذا الاسترجاع الضريبي هذا كنديروا واحد الوثائق، كنجمعوا واحد الوثائق وكنمشيو ندفعوهم في الخزينة العامة، باش نتمكنوا من استرجاع ديال هاد الضريبة على الدخل. فهي ما كترجعش، ولكن إنما ما كترجعش كلها، وإنما كل واحد على حسب الصالير ديالو وحسب الاقتطاعات اللي كيقتطعوا عليه، كيشوفوا شحال خصو يتقتطع وتيديروا الفرق وكيرجعوا لك هذاك الفرق. المهم أنك غادي تستافد من واحد المبلغ مالي كان غادي غير يمشي هباء منثورا، اللهم الواحد يستافد منه. بالنسبه للوثائق اللي كتطلب هذا الطلب هذا ديال الاسترجاع الضريبي على الدخل، فاولا غادي دير نسخه، اولا تبعوا معايا نسخه من قرار اول توظيف او محضر الدخول كيف ما كنقولوا ليه، لا ديسيزيون ديال سميتو ديال التعيين. ثانيا نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه. ثالثا شهادة العمل اتيستاسيون دو ترافاي تكون مكاشية ومسينية. رابعا شهادة الأجرة مفصلة من تاريخ التوظيف إلى غاية 31 دجنبر من داك العام ديال اللي توظفتي فيه. لاتيستاسيون سالير تكون مثلا دخلت أنا من شهر 5 كما قلنا، نمشيو على المثال الأول شهر 5 2024، غادي نشد لاتيستاسيون سالير من شهر 5 2024 حتى ل 31 دجنبر 2024 من هذاك العام اللي توظفتي فيه. خامسا طلب خطي لاسترجاع المبالغ المدفوعة مصادق عليه، كدير واحد الطلب خطي. راه اللي بغى الطلب الخطي خلي ليا كومونتير، ولا اللي بغى شي حاجه من هاد الوثائق هادو خليوه ليا في لي كومونتير وغادي نصيفط ليه طلب خطي اكزامبل. سادسا تصريح بالشرف. التصريح بالشرف كيصرح فيه المعني بالامر انه ما كيتوفر على حتى شي مصدر دخل اخر غير الوظيفه اللي كيزاولها. حتى هاد التصريح بالشرف نقدر نخلي لكم نموذج، خليو لي في كومونتير اللي محتاج، اللي مهتم يخلي لي مهتم في كومونتير، فغادي نصيفط ليه طلب الخطي، نموذج ديال طلب الخطي ونموذج ديال التصريح بالشرف. سابعا كتخلي واحد الشيك ملغى، شيك باري او شهاده التعريف البنكي اتيستاسيون دو ريب، اتيستاسيون دو ريب ولا شيك باري.
صافي. وكتجيب كما قلنا سبعة ديال الوثائق اللي هي مهمة نعاودوها بعجالة. نسخة من قرار التوظيف، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة العمل، شهادة الأجرة من تاريخ التوظيف ديالك حتى 31 دجنبر من هذاك العام ديال التوظيف، طلب خطي لاسترجاع المبالغ المدفوعة مصدق عليه، تعريف تصريح بالشرف كيف ما قلنا كيصرح فيه المعني بالامر بانه لا يتوفر على حتى شي مصدر دخل اخر من غير الوظيفه اللي كيزاولها، شهاده التعريف البنكي. كتجمع هاد الوثائق كاملين وكتمشي تدفعهم في الخزينه الوطنيه والخزينه العامه، وكيعطيوك الريسي باش دفعتي. وتقريبا كيتدرس الملف ديالك في واحد شهر، مده شهر ولا شهرين، مهم على حسب الوقت اللي دفعتي فيه. تقريبا ما تيفوتش الشهر وكيتم اوتوماتيكمون استرجاع هذاك الاسترجاع ديال الضريبي على الدخل ديالك. داك الفرق اللي كاين تيرجعوا لك اوتوماتيكمون للكونت ديالك لانك صرحتي بشهاده التعريف البنكي. هذا ما كاين في هذا الفيديو هذا. بالنسبه اللي مهتم كما قلت لكم يخلي لي، فغادي نحط لكم النماذج ديال هذا الطلب الخطي وديال التصريح بالشرف، وبارطاجيو هذه المعلومه باش توصل للناس، حيت اكثريه ما تعرفوش هذا الاسترجاع الضريبي هذا. بارطاجيوه ودعمونا بواحد لايك للفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناه، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر ومعلومه اخرى وافاده اخرى ان شاء الله.